والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض العيش الكايزر. هنحتاج مع بعض نص كيلو دقيق بس يكون عرقه جديد، نص كيلو، 3 كوبايات بمج الشاي العادي ده، ربع كوباية زيت، 3 معالق سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، حتة خميرة بيرة أو خميرة كورية اللي عندك اشتغلي بيه. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. بالرش كده معلقة البيكنج باودر كده مع الدقيق وانا بننخله. السكر بتاعي، ميه حسب الدقيق، ملهاش كميه معينه، لا كل الدقيق ما بيشرب معاكي ميه تحطي له ميه. هننزل كده بكوبايه ميه اهي، حته خميره حلوه كده، مش هنكتر عشان ده نص كيلو بس. بايلي العجينه كده ايه، لمت معايا حلوه خالص اهي. في المرحله دي بقى هنضيف الزيت بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله بسم الله بسم الله. هتلاقي العجينة ايه سالت منك كده، فكت. تحتاج منك بقى شوية وقت ايه كده 10 دقايق كده عجن، عشان العيش بيحب الايه العجن واللت الكتير. بص يا حبايبي العجينة بتاعتي بدأت تشرب الزيت اهي، هنتني وراها لما تلم معايا خالص وتبقى زي الملبن اهي. لمت معايا، طلعت الطبقة نضيفة اهو، بقت زي الملبن. بس كده هنغطيها على كده بالشكل ده، نسيبها ترتاح ربع ساعة مش أكتر، ونرجع نقطعها مع بعض. ما شاء الله عليهم، بسم الله. هنقطع بقى اللقم بتاعتي، حاول كده تبقى ايه قد بعضها. بسم الله. احنا بنوزنها اهو، خلي اللقمة بتاعتك ايه حوالي 60 جرام، برضو الحجم اللي انت ايه بتحبيه. بص يا حبايبي، الفتحة دي عشان تطلع هوا، تدخل هوا للعجينة، فتبدأ كلها ايه تنفش مع بعضها. هنعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحدة تانية اهي، نكور بس. الشكل الحلو ده كده، نسيب مكان واسع عشان هتنفش. صحيح بالشكل الجميل ده. العيش لازم يبقى واسع كده من بعضه. انا نسيت اقول لكم، رشيت رشه زيت في الارضيه بتاعه الصاج عشان ما يلزقش. لازم نغطيه كويس عشان ايه ما يتفتش، ونسيبه لما يرتفع كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي العيش اهو، بسم الله ما شاء الله. انا طبعا عامله الرغيف صغير، بس هو كده وصل لمرحله ما ينفعش يستنى اكتر من كده. لبن بسم الله على الخفيف بقى عشان خاطر الخمر بتاعه ما يقعش. بسم الله كده.
رشة السمسم بقى الحلوة دي عشان مبقاش ايه. بصوا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. فرن ولا على 200 ولا قبل منها بنص ساعة. في الرف الوسطاني هياخد معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله هو بيطلع. في الرف الوسطاني ما تنسوش تعملوا لايك 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 كتير. بصوا حبايبي، العيش لسه مطلعاه حالا من الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله، تحفة 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 تحفة. بص الجمال والحلاوة، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا بس مش هنعمل اي حاجة دلوقتي غير هنجيب الفوطة بتاعتي ونغطيه ونسيبه. الفوطة بتاعتي اهي، معلش عشان انا لوحدي. هنغطيه بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده، ونسيبه كده يرتاح بس 10 دقايق، ونرجع نشوف تاني مع بعض ان شاء الله. يلا حبيبي، بص معايا العيش بعد ما كنت مغطيه بالفوطه وسيبته يهدى خالص. بسم الله ما شاء الله، ايه رايكم؟ تحفه ولا مش تحفه؟ كايزر ولا مش كايزر؟ بص الجمال والحلاوه، كله احلى من بعض. بس بقى عايزه اقول لكم على عشان تحطوا الزيت، عشان كده كان البيض اللي بينزل بيجي تحت العيش فبيعمل ايه، نخليه يلزق. بس شوفوا بقى الجمال. يلا بقى ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك 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 كتير، واللي ما يشتركش في قناتي يشترك فضلا وليس امرا. ويا ريت ويا ريت تجربوا وصفاتي وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. والى لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.